أكدت تقارير إعلامية أن اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش المحترف في صفوف فريق غلطة سرايا التركي يعيش وضعا غامضا ومثيرا للجدل بشأن مستقبله مع النادي. التقارير أوضحت أن زياش ربما يكون قد اتخذ قراره بمغادرة الفريق بعد تلقيه عروضا مختلفة، بعضها من أندية أمريكية. في الوقت الذي يثار فيه هذا الجدل، يواجه زياش موقفا صعبا يظهر مدى الظلم الذي تعرض له على مدى مسيرته الأخيرة. غياب زياش عن المنتخب المغربي في الفترة الحالية بناء على قرار فني من المدرب وليد الركراكي أثار تساؤلات كثيرة. فبينما برر البعض الغياب باعتبارات رياضية، أشار آخرون إلى احتمال وجود أبعاد أخرى للقرار، منها تغريدات زياش السابقة على منصة تويتر التي أظهرت مواقف داعمة للقضية الفلسطينية. هذا الأمر دفع بعض المحللين للاعتقاد بأن زياش يعاقب بشكل غير مباشر بسبب مواقفه السياسية والإنسانية، مما يثير النقاش حول العدالة والحرية في التعبير. ما يزيد من تعقيد الصورة أن زياش كان دائما حاضرا ومؤثرا في صفوف المنتخب المغربي، وقدم أداء رائعا في العديد من المناسبات الدولية. ومع ذلك يبدو أن الضغوط والتوترات المتكررة التي تعرض لها مع مدربين سابقين، أبرزهم البوسني وحيد خليلوزيتش، أسهمت في خلق صورة مغلوطة عنه كلاعب يفتقر إلى الالتزام. ولكن الحقيقة تكشف عكس ذلك تماما، حيث أن زياش كان ضحية قرارات فنية أحيانا وأهواء شخصية أحيانا أخرى. وفيما يتعلق بمستقبله مع غلطة سراي، أكدت مصادر تركية أن النادي يدرس خيارات عدة بشأن لاعبه المغربي. مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية، يتوقع إما بيع عقد زياش نهائيا أو إعارته إلى ناد آخر. هذه التطورات تبرز أن اللاعب يجد نفسه مرة أخرى في مواجهة قرارات قد تؤثر على مسيرته المهنية، مما يعكس الظلم المستمر الذي يلاحقه رغم موهبته الكبيرة ومكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المغربية